الاهلي ضيع اسهل فرصه ليه ان هو يوصل لنهائي كاس العالم للانديه. من وجهه نظري ان الاهلي كان قادر ان هو يفوز ويتخطى عقبه فريق فلومينينسي البرازيلي ويحقق حلم جمهور الاهلي للصعود لنهائي كاس العالم للانديه، لكن عدم تركيز لعيبه الاهلي والاخطاء الفنيه للمدرب السويسري كولر اضاع الحلم للصعود لنهائي كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه. استطاع فريق فلومينينسي البرازيلي تحقيق فوز على النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة اللي جمعت بينهم على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في السعودية في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. نجح فريق فلومينينسي البرازيلي في تحقيق فوز غالي والصعود لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم للأندية. نجح فريق فلومينينسي في التقدم على النادي الأهلي من خلال ركلة جزاء سجلها اللاعب إلياس في مرمى محمد الشناوي بعد عرقلة بيرسي تاو للاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد السابق. ثم تمكن اللاعب كينيدي من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق فلومينينسي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز النادي البرازيلي على حساب النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وأضاع الحلم على النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي للصعود لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة. في أسهل فرصة الأهلي ضيع فيها الصعود لنهائي كأس العالم للأندية، وده بسبب قلة التركيز وإهدار الفرص السهلة للفريق الأهلاوي. ويستعد النادي الأهلي للمواجهة القادمة لتحديد المركز الثالث والرابع، واللي هتجمعه مع الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد فريق اوراوا الياباني. وبعد نهاية المباراة كان في حالة غضب كبيرة في صفوف جمهور الاهلي بسبب اضاعة الفرص الكثيرة من لاعبي النادي الاهلي اللي بقت عادة مستمرة في الفترة الاخيرة في ماتشات النادي الاهلي. والسؤال اللي بيسأله كل جمهور النادي الاهلي: اين المهاجم؟ مين الفرنسي موديست اللي انتوا جايبينه ده؟ لا فرح دوري ممتاز ولا فرح دوري ابطال افريقيا ولا فرح حتى في كاس العالم للانديه. امتى النادي الاهلي هيكون عنده مهاجم قوي يقدر يخلصنا من الفرص الضايعه اللي بقت عاده مستمره في كل ماتشات الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها؟ اعتقد من وجهه نظري ان الاهلي لو كان عنده مهاجم قوي صريح كان زماننا دلوقتي بنحتفل بصعود النادي الاهلي لنهائي كاس العالم للانديه لاول مره، لان الفرص اللي ضايعه كتيره جدا. اعتقد ان الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط في النادي الاهلي هيبحثوا الفتره الجايه بشكل سريع على مهاجم قوي لحل مشكله خط الهجوم النادي الاهلي واضاعه الفرص المهدره في كل مباراه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع ويرجع بالميداليه البرونزيه لمصر ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك في القناه. السلام عليكم.